بما انكم طلبتوا مني نزود في حلويات الطيبين بتاعت زمان اللي مش مكلفة ولا مليانة جبنة كريمي ولا كريمة ولا حليب مكثف محلى، فعملت لكم حلى المكة بنكهة القهوة بقوام كريمي وخطير، وكمان شكل التقديم بتاعه تحفة يا جماعة. هنحتاج ل5 كوبايات من الحليب، عليهم ربع كوباية من الكاكاو الخام يكون نوعية حلوة عشان يدينا طعم حلو، ربع كوباية من اللبن البودرة، ومعلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، 5 معالق كبار مليانين هرميين من النشا. ونحط بقى السكر حسب الرغبة، أنا ضفت كوباية من السكر على الكمية دي. هندوب كل المكونات على البارد ونرفع على النار مع التقليب المستمر لحد ما نوصل لقوام الكريمي ده. نضيف مكعب من الزبدة، اكتب لكم كل التفاصيل دي تحت الفيديو. ونطفي النار ونجيب القالب بتاعنا، اختاروا قالب يكون شكله حلو في التقديم زي قوالب الكيك دي، وتقدروا تعملوه في كاسات او في صينية بايركس. هنكسر باكت من البسكوت وزنه حوالي 150 ل 200 جرام، مش هتحتاجوا اكتر من كده. كسروه تكسير عشوائي، والقالب يكون مدهون دهنة زيت خفيفة. وننزل بالخليط بتاعنا وهو سخن، ونخبط القالب كده خبطتين على الرخامة علشان كل المكونات تندمج وتدخل مع بعضها في طبقات البسكوت. هنرص كده رصة خفيفة من البسكوت على الوش عشان لما نقلبه يبقى ليه قاعدة كده عند التقطيع. هنسيبه يبرد تماما، وبعد كده هنحطه في التلاجة ليلة كاملة. ودي الحلويات اللي فعلا كل ما قعدت في التلاجة كل ما طعمها بقى أحلى. وقت ما تيجوا تقلبوه بس هتفتحوا كده بالسكينة الأطراف بتاعته تفكوها، وطبقة الزيت اللي احنا دهناها هي هتساعده ينزل كده زي قالب الكيك حتة واحدة بالظبط. شوفوا لي الجمال والحلاوة. رشوا له بقى رشة كاكاو معمول لها ميكس مع معلقة صغيرة كده من قهوة سريعة الذوبان عشان تدي نكهة أقوى للقهوة. وبس كده.